طيب قلبي عاملين ايه يا ابطال تانية ثانوي؟ يا رب تكونوا بخير. باذن الله النهارده هنحل الامتحان اللي في كتاب المعاصر على شابتر 3 باذن الله. يلا بينا يا شباب نبدا الحل. اتمنى يكون رمضان جميل معاكم في المذاكره باذن الله. يعني ما قلقكش مثلا ان انت قبل الفطار مش قادر تذاكر وبعد الفطار الاقيك تقلت تقوم نايم. لا، انا عايزك تذاكر في رمضان. مذاكره رمضان جميله ويكون فيها بركه كمان. واتمنى كمان انت تجتنب كل النواهي يعني وتزود قرايه القران. وربنا يكرمكم ويوفقكم جميعا ويرزقكم بأحسن ما يمكن بإذن الله. يلا بينا يا شباب نبدأ في الحل. يلا بينا يا شباب نبدأ في الحل. نمسك السؤال الأول. يلا السؤال الأول بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنت عندك الأيونيك بوند أوريجينيت باتوين، بتكون ما بين إيه؟ ماشي، عارفين الأيونيك بوند من قبل ما نحل بتكون ما بين إيه وإيه؟ بتكون ما بين الميتال والنون إيه؟ النون ميتال. كويس كويس. يلا بينا نبدأ. يلا بينا نبدأ. أول حاجة بيقول لك إيه؟ هل هو بيكون كاتايون نون ميتال وأنايون ميتال؟ طب ما دي صح يا مستر، أنت بتقول اللي هي بتكون ما بين إيه وإيه؟ ما بين الميتال والنون ميتال. اقول لك صح، بس بيقول لك ايه؟ كاتايون بوزيتيف وانايون نيجاتيف. هل الميتال نيجاتيف؟ لا، ده الميتال مش نيجاتيف خالص. الانايون ايه؟ نيجاتيف. الميتال بيكون بوزيتيف فما ينفعش. لكن لو هو كان عكس لك وقال لك ان الكاتايون ميتال، الكاتايون ميتال مش نون ميتال، ها، ان الكاتايون ميتال والانايون نون ميتال، هتكون دي اجابه صحيحه. فعشان كده اول اجابه غلط. ده التاني اجابه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الميتال لارج اتوميك سايز. الميتال ده الميتال بيكون في اول البريودك تيبل خالص كده بيكون لارج اتوميك سايز، فصح. النون ميتال هاي في الكترون نيجاتيفيتي. صح، ده النون ميتال بيكون في اخر البريودك تيبل، واخر البريودك تيبل ده بيكون ايه؟ بيكون برضو هاي الكترون افينيتي والكترون نيجاتيفيتي. فالكلام ده صح يا شباب، الكلام ده صح، فهتكون اجابه رقم بي. حلو كده، حلو. تو الكترون هاف سيم الكترون كونفجريشن. لا طبعا ده تساهميه. رابطه كوفيلنت، اسف، بيكون رابطه ايه؟ بيور كوفيلنت. هي اللي بتكون تو يعني element نفس ايه؟ نفس الكونفجريشن بالظبط. الاجابه رقم دي بيقول لك any two element في جروب 7A و 6A. لا طبعا غلط. تمام كده شباب، فيها اي مشكله؟ فهي طبعا هتكون بين الاجابه ايه؟ الاجابه هتكون رقم بي باذن الله. حلو كده يا شباب، حلو. يبقى الاجابه الاولى احنا ما اخترناهاش ليه؟ عشان خاطر الكاتايون بوزيتيف ده مش نون ميتال. النون ميتال بيكون ايه؟ بيكون نيجاتيف. عشان خاطر النون ميتال بيعمل ايه؟ بيعمل لوس الكترون، بيفقد الكترونات. فلازم يكون ايه؟ لازم يكون نيجاتيف مش بوزيتيف، صح؟ تمام كده يا شباب، تمام. يبقى تاني، يبقى هي الاجابه لو كانت صح هتكون لو كاتايون، لو قال لك كاتايون ميتال وقال لك انايون نون ميتال، نون ميتال. حلو كده يا شباب، اتمنى تكون وصلت، اتمنى تكون وصلت. ده كده السؤال الاول. نخش على السؤال التاني، نخش على السؤال التاني، بس السؤال الاول الاجابه رقم بي باذن الله. السؤال التاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك here are two the famous organic compound. في ده من اشهر حاجتين في الاورجانيك كومباوند. جايب لك الكحول والاورجانيك اسيد. طبعا الاورجانيك كومباوند انت تاخدوها طبعا في ثالثه ثانوي بالتفصيل كلها، شابتر 12 درس، اخر شابتر عندكم في ثالثه ثانوي. شابتر بيكون 12 ايه درس، هيكلم لك على كل حاجه في الاورجانيك كومباوند. تمام يا شباب، يلا. وهنا بقى عايز ايه في منهجنا؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك واتش كونتين هيدروجين بوند، اللي بيحتوي على هيدروجين بوند بين ايه؟ بين الموليكيول دي. ماشي. الهيدروجين بوند بتكون ما بين ايه وايه؟ بتكون ما بين اتش والاو والاتش والان والاتش والاف، صح يا شباب؟ صح. فشوف ايه دول فيهم حاجه من دول. لو فيهم حاجه من دول يا عم هيدروجين بوند، ما فيهمش يبقى مش هيدروجين بوند، خلاص. سؤال سهل وجميل. هنا الكحول فيه او اتش، فطبعا او اتش دي بتعمل هيدروجين بوند، فطبعا الكحول فيه هيدروجين بوند. هنا برضو فيه او اتش ماسكين في بعض، فده هيعمل برضو ايه؟ هيعمل برضو هيدروجين بوند، لان في الاتش والاو وما يكون ما بين الاتش اور بيكون هيدروجين بوند. فطبعا ايه؟ بوث اوف ذيم اللي هما الاثنين فيهم ايه؟ الاثنين فيهم هيدروجين بوند. سؤال جميل وما فيهوش فكره عاليه يعني، سؤال عادي يعني. كده فيها اي مشكله يا شباب؟ اعتقد كده ما فيهاش اي مشكله. نخش على السؤال رقم 3. تعال نخش على السؤال رقم 3. رقم 3 يا شباب بيقول لك ايه؟ بيقول لك which of the following molecule contains 3 bond pair of electron. بيحتوي على 3 بوند بير اوف الكترون. بوند يا شباب، تمام تمام. تعال نمسك اول واحد، تعال نرسمه يلا. C2H4. تعال عندك السي يكون بالشكل ده كده، عامله دبل بوند مع السي الثانيه، وفي هنا اتش وهنا اتش وهنا برضو اتش وهنا اتش. حلو كده يا شباب، حلو. يبقى ده عامل كام بوند بير اوف الكترون؟ عامل 1 2 3 4 5 6. لا يا شباب، يبقى ده ايه؟ يبقى ده غلط. هو عايز اللي بيحتوي على 3 بس، يبقى اول واحد ده غلط. حلو كده يا شباب، في كده اي مشكله؟ مفيهاش اي مشكله. H2S، تعال نرسم H2S. انت عندك الاس 16 لو جيت وزعتها هتكون ايه؟ هتكون 2 8 6، فده حوالي 6. 1 2 3 4 5 6 بالشكل ده كده يا شباب. وعنده 2 اتش، واحده هنا وواحده هنا. ده الشكل بتاعه. هل عنده 3 بوند بير اوف الكترون؟ لا، ده عنده 2 بس يا شباب.
عنده 2 بس، يبقى برضو H2S غلط. ده بتاع ال N كده، ال N ده بتكون 7، انت لو جيت وزعت السبعة هتلاقي 2 5 صح؟ صح. يبقى انت عندك N اهي و N اهي، دي حواليها 5 1 2 3 4 5، ودي برضو حواليها 5 1 2 3 4 5 بالشكل ده. حلو. يبقى هنا في كام يعني كام الكترون سنجل؟ هنا في 3 الكترون سنجل اهو، وهنا برضو في 3 الكترون سنجل اهو. يوم الثلاثه الكترون سنجل دول جايين ماسكين في بعض كده، تمام كده يا شباب؟ او الثلاثه دوت ودوت هيجوا هنا، ودوت ودوت برضو هيجوا هنا، ويعمل ايه؟ ويعمل 3 بوند بالشكل ده كده يا شباب. فيها كده اي مشكله؟ يبقى النيتروجين هيعمل ايه؟ هيعمل 3 بوند بير اوف الكترون، وعنده ايه؟ عنده لون بير هنا ولون بير هنا. حلو كده يا شباب؟ يبقى ده عمل 3 بوند بير اوف الكترون ولا لا؟ طبعا عمل 3 بوند بير اوف الكترون، فهتكون اجابه رقم سي بكل بساطه يا شباب. وطبعا اس اف 6 دوت هيعمل ايه؟ ده هيعمل 6 بوند بير اوف الكترون، لان كل واحده هتمسك فيه الكترون، كل افايه هتمسك فيه الكترون، فهيعمل 6. تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى بكل بساطه كده تاني، بكل بساطه احنا كل اللي احنا قلناه ان ال N دوت بيكون فيه ال N دوت بيكون 7، هتيجي توزعه هتلاقيه 2 5. فانت عندك هو بيقول لك N2 يعني N و N 1 2 3 4 5، عشان اخر ايه؟ اخر انرجي ليفل فيه 5، وهنا 1 2 3 4 5. حلو كده. هنا عندك كام الكترون سنجل؟ هنا عندك 1 2 3 الكترون سنجل عايزين يمسكوا ويعملوا بوند. هنا عندك 1 2 3 الكترون سنجل برضو عايزين يعملوا ايه؟ بوند. فقال لك ان دول كده الالكترونين دول هيجوا في الحته دي كده، والالكترونين دول كده برضو هيجوا في الحته دي كده، ويعملوا ايه؟ ويعملوا 3 بوند مع بعض ال N وال N كده. حلو يا شباب؟ كده جميل جدا. فطبعا عشان كده اخترنا الاجابه رقم سي بكل بساطه. السؤال رقم 4 بيقول لك which of the following orbitals in carbon atom its electron do or does not participate in forming C و C bond in ethane molecule. ماشي. ايه اللي مش بيشارك؟ يعني بيقول لك ايه من دول اللي هو نوت ايه؟ نوت بارتيسيبيت، اللي هو الحاجه اللي ما بيشاركش اصلا في الايه؟ في الرابطه اللي ما بين السي والسي. السؤال ده سهل مش محتاج اصلا تحله، لان انت عندك اصلا السي ديت ايه؟ 6. فالسي 6 ما تيجي توزعها 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2. حلو كده يا شباب؟ حلو. فانت عندك ايه هو اللي بنعمل له ايه؟ ايه هو اللي بيعمل رابطه؟ انت عندك اللي بيعمل رابطه 2 اس 2 وال 2 بي 2، لكن ال 1 اس 2 اصلا ما بيشاركش معاك باي حاجه. فتكون اجابه ايه؟ مش فاهم؟ تعال اشرح لك بقى بالتفصيل لو انت مش فاهم. احنا كنا عندك 2 اس 2 و 2 بي 2 كانوا بالشكل ده كده اهو. تعالى هنا اهو 2 اس 2، واحد باص فوق واحد باص تحت، و2 بي 2 اهو بالشكل ده، واحد باص كده واحد باص كده، ده 2 بي 2. كنت انت بتعمل ايه؟ كنت انت بتعمل اكزايتنج لده، صح؟ صح. تقوم عامل اكزايتنج، وبعد ما تعمل اكزايتنج تقوم عامل ايه؟ عامل هايبرديزيشن ليهم كلهم، صح؟ وتعمل هايبرديزيشن ليهم كلهم. فمعنى كده ان دول كلهم بيشاركوا في ايه؟ بيشاركوا في البوند اللي ما بين السي والسي. دول كلهم بيشاركوا ايه؟ بيشاركوا في البوند. ال2 اس 2 بتشارك، وال2 بي 2 بتشارك في البوند اللي ما بين السي والسي، اسف السي والسي، صح كده يا شباب؟ صح. لكن هل ال1 اس 2 احنا اشركناه معانا في حاجه؟ لا، ده ما عملش اي حاجه، واقف بروتا كده ما بيعملش اي حاجه. تمام كده يا شباب؟ تمام. عامل مثلا زي ما انت بتتخانق مثلا وصاحبك واقف بيتفرج عليك، فال1 اس 2 دوت ده ايه؟ ده صاحبهم واقف بيتفرج عليهم وما بيعملش اي حاجه. فتكون طبعا الاجابه رقم ايه بكل بساطه. حلو كده يا شباب؟ فيها كده اي مشكله؟ اعتقد كده سهلت وما فيهاش اي مشكله. رقم 5 which of the following compound its correct structure cannot be explained without the concept hybridized orbitals. هو عايز ايه؟ عايز الكوريكت ستراكشر، الاستراكشر الصحيح اللي هو كانت نوت، اللي هو ايه؟ ما بيشرحش، ما بينفعش يشرح بدون كونسبت الهايبرديزيشن. يعني عايز بيقول لك ايه من دول اللي بيعمل هايبرديزيشن؟ ايه من دول اللي لازم نعمل له هايبرديزيشن؟ بس السؤال معناه ان ايه من دول لازم نعمل له هايبرديزيشن. فايه من دول اللي كنا بنعمل له اكسايتنج وهايبرديزيشن؟ طبعا احنا كان مثال عندنا اللي هو السي اتش اي 4، كنا لازم نعمل له اكسايتنج بعدها نعمل له هايبرديزيشن عشان خاطر نخليهم كلهم ايكوال في الانرجي ونساوي الطاقه بتاعتهم كلهم. حلو كده يا شباب؟ فيها كده اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. يبقى احنا قلنا كنا بنعمل له اكسايتنج عشان خاطر كان فيه هو ماسك في 4 هيدروجينه، فلازم نخلي 4 الكترون ايه؟ 4 الكترون سنجل عشان خاطر يمسك في الاربعه هيدروجين دول. تاني حاجه عملناها هايبرديزيشن عشان نساوي الطاقه اللي ما بين الاس وما بين البي. حلو كده يا شباب؟ حلو. 6 the orbitals in each of the following molecule overlap except in. بيعمل اوفرلاب ما عدا ايه؟ ماشي. هو ايه اصلا اللي كان بيعمل اوفرلاب؟ اللي كان بيعمل اوفرلاب ده كان في نظريه ايه؟ كان في نظريه انت عندك اول نظريه كان اسمها اوكتيت رول، وتاني نظريه كان اسمها الام او تي الام في الفي بي تي، اسف في بي تي، وتاني نظريه كان الام او تي اللي هو الموليكولار اوربيتال ثيوري، ودي كان الفالنس بوند ايه؟ بوند ثيوري. فالفالنس بوند ثيوري هي اللي كانت ايه؟ هي اللي كانت بتعمل اوفرلاب.
فالكلام ده كله انا كتبت لكم ليه دول؟ كتبت لكم دول كلهم عشان خاطر دول كلهم عباره عن ايه؟ دول كلهم عباره عن ثيوري للكوفالنت بوند اصلا. يعني دول كلهم بيشرحوا ايه؟ بيشرحوا الكوفالنت بوند. فانت لما تيجي تختار اللي ما بيعملش اوفرلاب، شوف اي حاجه مش كوفالنت ايه، ما بتعملش اصلا كوفالنت بوند، لان اغلب او كل اصلا اللي بيعمل كوفالنت بوند بيعمل اوفرلاب. حلو كده يا شباب؟ حلو. فانت عندك الاجابه ان اي سي ال، لان اصلا دوت ايونيك بوند مش كوفالنت بوند. وكل النظريات دي بتشرح اصلا الكوفالنت بوند، دي ثيوري بتعمل اكسبلانيشن للكوفالنت بوند يا شباب. حلو حلو. انت عندك دوت هتلاقيه كوفالنت بوند كوفالنت بوند كوفالنت بوند. حلو كده يا شباب؟ اعتقد كده سهله وبقت كويسه. اي حد ما فهمش اي حاجه يبعت لي على الارقام اللي بتكون في الديسكربشن يسالني عليها واشرحها له تاني، ما عنديش اي مشكله. رقم 7. رقم 7 which of these bond is most polar؟ الموست ايه؟ بولر. طب تعال نحسبهم يلا ونشوف ايه هو الموست بولر. تعالى يلا بينا يلا بينا. عندك الان والبي اي. عندك اول حاجه الان والبي اي، يعني هو 3 هتشيل منها 1.8 هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك عندك شيل منها يبقى ماشي، هتطلع معاك 1 و2. تمام كده يا شباب؟ تمام. الان والاس بي، عندك الان التلاتة ناقص 1 و9 اللي هو الاس بي دوت يا شباب. تمام، يطلع معاك بواحد وواحد. ان واي اس، الان والاي اس ماشي. الان عندك بتلاتة والاي اس عندك بكام؟ الاي اس فين؟ اهو باتنين، يبقى هتطلع معاك بواحد. الان والبي، البي بايه؟ ب 2.1 وده بتلاتة، يبقى 3 ماينس 2.1 يطلع معاك بايه؟ ب 0.9. بالشكل ده كده يا شباب. يعني مين فيهم موست بولر؟ طبعا هتكون ان والبي اي، لان هو اكبر واحد فيهم اللي هو 2 بوينت اللي هو 1.2. حلو كده يا شباب؟ اعتقد كده مفيهاش اي مشكله. 8 بيقول لك which of the following represent H2S مولكيول. ماشي. تعالى كده قبل ما نبص على الاختيارات نتكلم عن كل حاجه في ال H2S. انت عندك الاس ايه 16 هتيجي توزعها هتلاقيها 2 8 6 1 2 3 4 5 6 بالشكل ده، وعندك هنا هيمسك في H وهنا كده هيمسك في H. حلو كده يا شباب؟ اعتقد كده حلو. ماشي. فاكر ده يا شباب خدناه كان اسمه ايه؟ ده خدناه، ده كان شبه ال H2O يا شباب، شبه ال H2O، فكان اسمه ايه؟ كان اسمه انجولار. كان اسمه انجولار. حلو يا شباب؟ حلو. كان الزاويه بتاعته بكام؟ هو شبه الووتر بالظبط، كانت الزاويه بتاعته ب 105. ماشي. حلو كده يا شباب؟ حلو. في اي تساؤلات تاني؟ مفيش اي تساؤلات تاني. تعال نشوف الاجابه. تعال نشوف الاجابات. رقم ال ستيرو ستراكشر انجولار صح، من غير ما اكمل الاجابه صح. ماشي. بي، هل هو كونتين 1 بوند بير اوف الكترون؟ لا، ده 2 بوند بير اوف الكترون، واحد اهو واحد اهو. ماشي. الانجل 180؟ لا، ده الانجل 105. كونتين 6 بوند الكترون؟ لا طبعا، ده في 2 بس ايه بوند الكترون اللي ماسكين في الاتش دي والاتش دي. كده في اي مشكله؟ اعتقد كده سهله وما فيهاش اي مشكله. 9. What is the ion difficult exist in nature؟ اي حاجه difficult exist in nature معناها ليه ستيبل، ما ينفعش تعمل لها اكزيست، ما ينفعش تعمل لها اثاره، يبقى حاجه مستقره اصلا فصعب ان انت تعمل لها اثاره. فايه من دول صعب ان انت تعمل له اثاره؟ الليثيوم ممكن نعمل له اثاره عادي، الليثيوم 3 فيفقد 1. الاف ممكن تعمل له اثاره عادي، الاف اي ممكن تعمل له اثاره عادي. لكن ان اي دوت ايه يا شباب؟ ده نوبل جازز، نوبل جازز ده من اللي هم بيكونوا مستقرين، اللي هم بيكونوا ما بيشاركوش في التفاعل ولا كمان بيعملوا اي روابط، فصعب ان انت تعمل له اوكسايتد. حلو كده يا شباب؟ في اي مشكله؟ اعتقد كده سهله وما فيهاش اي مشكله. نخش على السؤال رقم 10. يلا بينا السؤال رقم 10. السؤال رقم 10 بيقول لك ايه؟ بيقول لك وات از ذا نمبر بتاع السنجل الكترون في اللويس دوت سيمبل اوف ذا اتوم ان اليمنت ووز الكترون كونفيجريشن بتاعته 3 بي 4. طب سهله دي، انت عندك 3 بي 4 بالشكل ده كده، فالبي فيها 4، فعندك هنا 1 2 3 4، يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها 2 سنجل الكترون. تمام كده يا شباب؟ يبقى فيها كده 2 سنجل الكترون. بص يا شباب، عايز اقول لكم بس معلومه، هقول لكم معلومه. انت عندك الكونفيجريشن بتاعه بينتهي ب 3 بي 4 صح. فانا كنت قايل لك ان اللي بيعمل دوت اصلا اللي هو اخر انرجي ليفل، اخر انرجي ليفل هو اللي بيعمل دوت. طب تعالى كده 3 بي 4 يعني قبليه ايه؟ تعالى كده نجيب من الاول الكونفيجريشن، اللي مش فاهم هيفهم دلوقتي. بص تعالى نجيب اس كده 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 4. هو ده التوزيع اللي هو قاله يا شباب. تمام. هو بيقول لك ان الكونفيجريشن بتاعه بينتهي ب 3 بي 4، فانت اخر انرجي ليفل فيه كام الكترون؟ انت عندك فيه 2 الكترون اهو، وفي 3 بي ايه
3b4. فمعنى كده ان هو اللوز دوت بتاعته انت لو جيت اي اليمنت ده اخر انرجي ليفل فيه كام؟ فيه 6 يا شباب، صح؟ في 6. يبقى انت مثلا نرمز له بالرمز ايه؟ 1 2 3 4 5 6 بالشكل ده كده. فعنده 2 ايه؟ فعنده 2 فرديين. حلو كده يا شباب؟ فيها كده اي مشكله؟ هو عايز يعرف السنجل الكترون. فالسنجل الكترون هو 2 بس. كل اللي انا بقوله لك دوت عايز اعرفك ان انت توزع، طالما قال لك بينتهي الكونفجريشن ب 3 بي 4، وزع من الاول للاخر، عشان ممكن يكون في حاجه قبلها يكون فيها سنجل الكترون وتكون سوحت في الاجابه يا معلم. تمام كده؟ تاني انت هتبدا توزع 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6، لقيت اخر انرجي ليفل 3 بي اس 3 اس 2 و 3 بي 4، خلاص روح اعمل له دوت واحسب السنجل الكترون منهم هما الاثنين، لكن ما تروحش تحسب لي من ال 3 بي 4 اللي هو ايه اللي هو جايبه لك ده بس يا شباب. تمام كتاكيد للاجابه يعني. حلو كده؟ يا رب تكون وصلت وفهمتوها. 11 السي اس 2 مولكيول ده في السنترال كربون اتوم بايند تو اتش 2 سلفر اتوم، فعايز يعرف فيك اللي ما بين السي والاس، عايز يعرف كام واحده سيجما وكام واحده باي. طب حلو كده، انت عندك السي 6 صح، فلو جيت وزعتها 2 4 والاس 16 هتلاقيها 2 8 6. ماشي، فانت عندك السي حواليها 4. حلو، والاس حواليها 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. حلو كده يا شباب؟ حلو. والسي حواليها ايه؟ حواليها 4. فانت السي حواليها كام الكترون سنجل؟ حواليها 4. وهنا في كام الكترون سنجل؟ 2. صح. فكل 2 من هنا يروحوا يمسكوا مع 2 من هنا، هيعملوا بوند كده، وعندك 2 من دول برضو هيعملوا بوند كده. فيها كده اي مشكله يا شباب؟ حلو. يبقى تعالى نرسم المركب بقى بطريقه عدله. كنت بشرح لكم بس ازاي هو بيمسك ايه، ازاي هو هيمسك في بعضه. فتلاقي ان السي اس ماسك بالشكل ده كده، ماشي، وعندك هنا 2 لومبير وهنا 2 لومبير بالشكل ده كده. حلو كده يا شباب؟ حلو. يبقى انت عندك السي والاس، السنترال كربون ماسكه مع التو سلفر اتوم بايه؟ ماسكه مع واحده سيجما وواحده باي. يبقى السي ماسكه مع الاس بايه؟ ماسكه بيها مع واحده سيجما وواحده باي. كل واحده ماسكه مع السي واحده سيجما وواحده باي. فطبعا هتكون الاجابه رقم كام؟ رقم بي اهي، اللي هي واحده سيجما وواحده باي. حلو كده يا شباب؟ فيها مشكله؟ نعيد تاني، ما عنديش اي مشكله. هو بيقول لك ان الكربون والسلفر، او ان السنترال كربون ماسكه مع ايه؟ ماسكه مع التو سلفر بايه؟ ماسكه معاهم بواحده سيجما وواحده باي. حلو كده يا شباب؟ فيها مشكله؟ اعتقد كده مفيش اي مشكله. 12 which of the following represent the arrangement of the mentioned molecule according to the values of the angles between the bond. ماشي، الانجل. طب تعالى كده نمسك الكومباوند اللي هو جايبها لك كده على جنب. تعالى كده نمسكها على جنب. تعالى نمسكها في الحته دي كده. هو جايب لك السي اتش 4. نكتب كل ايه؟ نكتب الانجل بتاع كل واحده فيهم. السي اتش 4 الانجل بتاعتها كانت بكام؟ كانت ب 109 ونص. طبعا احنا عارفين الكلام ده كله. ماشي. البي اف 3 الانجل بتاعتها كانت بكام؟ البي اف 3 كانت بي ماسك في 3 حاجات، يبقى 120. حلو كده؟ اعتقد كده سهله. ال ان اتش 3 كنتوا حافظين الانجل بتوعها بكام اللي مذاكرين؟ طبعا كانت ب 107. ماشي. عندك هنا في اتش 2 او، الاتش 2 او الانجل بتاعتها كانت بكام؟ كانت ب 105. حلو قوي. السي او 2 الانجل بتاعتها كانت بكام؟ السي او 2 كانت ب 180. 180 اللي هي ماستر، مش فاهم انا ديت. بص يا معلم، السي اللي هي ماسكه دبل بوند مع الاو بالشكل ده، فهتلاقيها اللينير ب 180. حلو كده؟ حلو. ماشي. سي او 2 بي اف 3 جبناه، وهنا برضو احنا كده جبنا كل حاجه، كده جبنا الانجل بتاع كل حاجه في الاختيارات. تعال نبدا نرتبهم. اول اختيار بيقول لك ان ال اتش 3 اكبر من البي اف 3. ان اتش 3 107، ازاي اكبر من البي اف 3 اللي هي 120؟ فطبعا غلط. يا رب تكون وصلت. بي اتش 2 او بيقول لك ان البي اف 3 اكبر من السي او 2. ده السي او 2 يا شباب لسه جايبينها ب 180 ودي ب 120، ازاي 120 اكبر من 180؟ فطبعا غلط. سي ال 180 اهي اللي هي السي او 2 اكبر من ال 109 ونص، اكبر من ال 107 اللي هي ان اتش 3، فدي اجابه صحيحه 100%. تاني سي او 2 ده ب 180، ان اتش 3 109 ونص، وده ب 107، فهي ترتيب صحيح. هنا اتش 2 او اللي هي ب 105 اكبر من 109 ونص، لا طبعا غلط، فتكون برضو دي غلط، فتكون الاجابه رقم سي بكل بساطه. حلو كده يا شباب؟ حلو، اتمنى تكون وصلت يا شباب. 13 تعالى نمسك 13. بيقول لك وش ذا فولوينج
بير كونتين بوث كوفالنت بوند وكوردينيت بوند. طب حلو، هو عايز ان الاثنين كومباوند فيهم كوفالنت وفي كوردينيت. طب تعالى نمسك الاجابه رقم ايه، ان اتش 3. بذمتك ان اتش 3 دوت فيه كوردينيت بوند يا شباب؟ فين الكوردينيت بوند اللي فيه؟ ما فيهوش كوردينيت بوند، يبقى غلط. هو عايز الاثنين فيهم كوفالنت والاثنين فيهم كوردينيت، فطبعا ايه غلط. بي باينه قوي الاجابه رقم بي، باينه قوي، بس تعالى نرسمها واقول لكم. البي ديت 15 2 8 5، فهتكون الشكل ده كده. تمام. وعليها لون بير بالشكل دوت. حلو قوي. اللون بير ده هيعمل كوردينيت بوند مع الاتش دي، ويبقى عليه ايه؟ ويبقى عليه بوزيتيف. حلو كده يا شباب، حلو. والاتش 3 او اللي هو الهيدرونيوم انتوا عارفين رسمته، وبرده في كوفالنت برده وفي كوردينيت بوند، فطبعا الاجابه رقم بي. حلو كده يا شباب. وعايز حاجه الاثنين فيهم في كوردينيت بوند، في كوردينيت بوند وفي ايه؟ وفي كوفالنت بوند. حلو كده يا شباب، اعتقد كده سهله. سي اتش 2 او ما فيهاش كوردينيت، دي ولا دي الاثنين ما فيهمش فيهم كوردينيت بوند. حلو كده يا شباب. اعتقد الشباب بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان اليمنت اكس بيتفاعل مع ديليوت لهيدروكلوريك اسيد بيكون لك سولت واي وهيدروجين جاز. سيبك من الكلام اللي قلته خالص، انا مش عايزك تتلخبط. بص انا بسط لك السؤال خالص. كل اللي بيقول لك ان اكس بيتفاعل مع اتش سي ال ديليوت دي اللي هي حاجه ايه؟ حاجه مخففه، مالناش دعوه بيها، مش موضوعنا. ماشي. بيقول لك ان بيتفاعل مع اتش سي ال بيديك سولت واي، سولت اللي هو ملح واي، وبيديك اتش 2. حلو كده يا شباب، اعتقد كده حلو. ماشي. طب تعالى ندي اكس ده اي اكزامبل. يعني الاكس دوت تحط له اي اكزامبل. الاكس ده هحط له مثلا ان اي ام جي اي ال، حط اي اكزامبل بس عشان نسهل علينا السؤال شويه. ماشي، حط له مثلا ان اي. اكن الاكس ده مثلا ان اي تتفاعل مع اتش سي ال، هتديك ملح اللي هو الواي. الملح ده اللي هو ايه؟ انت عندك هنا بوزيتيف هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف، فالبوزيتيف ده هيمسك في النيجاتيف ده، يبقى يديك ملح ان اي سي ال زائد الهيدروجين اتش 2. في كده اي مشكله؟ مفيهاش اي مشكله. في شويه ملاحظات. مش معنى بتقول ان ايه وام جي واي ال يعني مش معنى اخترت حاجه ميتال او حاجه بوزيتيف. هقول لك عشان الملح عباره عن بوزيتيف ونيجاتيف، فالسي ال دي نيجاتيف صح، السي ال دي نيجاتيف، فطبعا اللي هيمسك فيها لازم يكون بوزيتيف، عشان كده لازم جبت حاجه ميتال، لازم اجيب اي حاجه ميتال. حلو كده يا شباب، حلو قوي. ماشي. ان اس ال هو كده كل اللي عايزه ايه؟ عايز البوند بتاعت الاكس والبوند بتاعت الواي. البوند بتاعت الان ايه اللي هو الميتال دوت ايه؟ ميتاليك طبعا لان هو ميتال، يبقى الان ايه دوت البوند بتاع الاكس ايه؟ ميتال. حلو قوي كده. فيها مشكله؟ اعتقد ما فيهاش اي مشكله. ان اس ال ده ملح بوزيتيف ونيجاتيف، طبعا ايونيك، لان حاجه ميتال مع نون ميتال، حاجه بوزيتيف مع حاجه نيجاتيف، يبقى طبعا هتكون ايه؟ ميتاليك وهتكون ايونيك، فهتكون اجابه رقم بي. حلو كده يا شباب وسهله، اعتقد كده حلوه وسهله قوي. حلو كده يا شباب، اتمنى تكون وصلت. نخش على السؤال اللي بعده رقم 15. بيقول لك بوث ذا مولكيول اوف ووتر اند ميثان سيميلار ان. عايز اعرف ان الووتر H2O والميثان بيتشابهوا في ايه. طب تعالى كده ناخدهم على جنب ونقول احنا كومبير كده ما بينهم من غير ما نبص على الاختيارات. تعالى H2O، انت عندك ال H2O، فانت عندك OH بالشكل ده كده، وعندك 2 لون بير بالشكل ده كده، ده الشكل بتاعه. حلو كده. الميثان عباره عن C ماسكه في 4H، دي ماسكه في 4H. حلو كده يا شباب، اعتقد كده كويس. ماشي. الستيريو ستراكشر هنا اسمه ايه والستيريو ستراكشر هنا اسمه ايه؟ اللي مذاكر يلا يقول لي. هنا طبعا كان اسمه انجولار، وهنا كان اسمه ايه؟ وهنا كان اسمه تترا هيدرون. حلو. الانجل كانت هنا بكام والانجل كانت هنا بكام؟ هنا كانت ب 105، وهنا كانت ب 109 ونص. حلو والله، جميله وحلوه. ماشي. عايز اعرف الارينجمنت اوف الكترونز. فاكر الارينجمنت؟ كنت انا بقول لك الارينجمنت حاجه ماسكه في 3 حاجات اسمها تراي انجل بلانر، حاجه ماسكه في 4 حاجات اسمها ايه؟ اسمها تترا هيدرال. ماسكه في 4 حاجات اسمها تترا هيدرال. الاتش هنا الاول هنا ماسكه في كام حاجه؟ 1 2 3 4، ماسكه في 4 حاجات، يبقى الارينجمنت اسمها ايه؟ اسمه تترا هيدرال. هنا برضو ماسك في 4 حاجات، 1 2 3 4. الارينجمنت اسمه ايه؟ اسمه برضو تترا هيدرال. حلو كده يا شباب، حلو. كل اللي قلناه ان ده اسمه انجولار، ده اسمه تترا هيدرون. الزاويه 109 ونص في الميثان و105 في الميه. هنا الارينجمنت بتاع الالكترونز، فاكر الارينجمنت يا شباب؟ كنت انا لو ماسك في 4 حاجات تترا هيدرال، ماسك في 3 حاجات تراينجل بلانر. هنا ماسك في 4 حاجات تترا هيدرال، وهنا تترا هيدرال. يبقى ده الوحيد اللي هم متشابهين فيه، اللي هو ايه؟ اللي هو الارينجمنت يا شباب. تمام يا شباب، اللي هو الارينجمنت بتاع الالكترون بير. تعالى كده نشوف قيمه الانجل. لا مختلفين، احنا قلنا قيمه الانجل مختلفين.
الستيل ستراكشر لا غلط طبعا. الستيل ستراكشر ايه ده؟ هنا عندك انجولار وهنا تتراهيدرون. تمام يا شباب، تمام. الارينجمنت هي دي الاجابه الصحيحه. حلو يا شباب كده، اعتقد كده جميل. هنا تتراهيدرال وهنا تتراهيدرال، وطبعا دي هتكون غلط. حلو كده يا شباب، اعتقد كده وصلت. 16 بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك 16 all the following are correct about NH3 molecule. انت عندك ال N عباره عن H كده يا شباب، و H كده، و H كده، وعندك هنا في 2 لون بير. فاكر كان اسمه ايه؟ كان اسمه 3 بيز بيراميد، اسمه 3 بيز بيراميد. حلو كده يا شباب، حلو قوي. تمام. الزاويه بتاعته كانت بكام؟ كانت ب 107 اللي فاكر ومذاكر. تعال بقى نشوف الاختيارات. تعالى رقم ايه الهايبرديشن بتاعه اس بي 3 صح. ليه؟ عندك هنا اس وهنا بي فهو اس بي 3. الستيل ستراكشر تتراهيدرون لا طبعا غلط. الستيل ستراكشر 3 بيز بيراميد يا شباب، وطبعا الابريفيشن بتاعته كده صح، والزاويه 107، فطبعا الاجابه هتكون رقم بي يا شباب. 18 بيقول لك الصوره اللي قدامك دي بتاعت الووتر مولكيول، عايز اعرف الريبالشن فورس سترونجست بتوين ذا تو بير الكترون انهي واحده فيهم. ماشي. طبعا السترونجر اللي هو بيكون 2 بير اوف الكترون لازم يكون 2 بير اوف الكترون واقفين جنب بعض. يبقى عشان يكون ريبالشن قوي لازم يكون 2 بير اوف الكترون واقفين جنب ايه؟ جنب بعض. فتعالى كده بيقول لك دبليو اكس، هل الاثنين دول واقفين جنب بعض؟ لا، دي واحده في الاتش وواحده في الاو، فالاثنين مش واقفين جنب بعض او لازقين في بعض، فطبعا غلط. اكس وواي طبعا اكس وواي. ليه؟ ان انت عندك الاكس ايه بتاعت ايه؟ لون بير بتاعت الاكسجين، ودي برده لون بير بتاعت الاكسجين. هما الاثنين بتوع نفس ايه؟ بتوع نفس الاليمنت، عمالين كل شويه يجوا على بعض ويعملوا ريبالشن مع بعض، يجوا على بعض عاملين ريبالشن على طول. فطبعا هو ده ايه؟ هو ده اقوى بير اوف الكترون يا شباب، ريبالشن بير اوف الكترون. حلو كده يا شباب، اعتقد كده سهله. 19 بيقول لك ازاي مولكيول في الاوبزيت فيجر اللي قدامك دوت how many lone pair of electron are found. كام lone pair of electron are found؟ بص يا شباب، انت عندك ايه؟ عندك الاو 6 صح 2 4 الاو 8 اسف، فتكون 2 6. حلو كده يا شباب، حلو. فانت عندك 1 2 3 4 5 6 ماشي. ده كده عامل بوند وده كده عامل بوند. حلو كده يا شباب، يبقى عنده ايه؟ عنده 2 لون بير اوف الكترون. يبقى اول 2 لون بير اوف الكترون. هنا عندك السي تمام، السي تمام. عندك الان دي بكام؟ ب7، فتكون 2 5. حلو قوي. فانت عندك 1 2 3 4 5 بالشكل ده كده يا شباب. فهو عنده ايه؟ عنده لون بير هنا. يبقى كام لون بير هنا؟ ما رسمش. 2 في الاكسجين وواحد في النيتروجين، يبقى طبعا هتكون 3 بير اوف الكترون. حلو كده يا شباب، اعتقد كده سهله وما فيهاش اي مشكله. 20 عايز التايب بتاع البوندنج بتوين تو اتوم اليمنت اكس وواي. هيكون الايه؟ هيكون الفورمولا بتاعته ايه؟ وهيكون نوع البوند بتاعته ايه؟ انت عندك الاكس دوت بكام؟ ب 11. تعالى نوزعه 2 8 1. حلو. يبقى الاكس دوت ايه؟ الاكس ده بوزيتيف 1. الواي بوزيتيف ليه؟ ان هو هيفقد، فعشان كده قلنا بوزيتيف. الواي 8. تعالى نوزعه هتلاقي 2 كام؟ 2 6. معنى كده ان دوت عايز قد ايه عشان يستقر؟ عايز 2. فطبعا الواي بنيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. فلما يجوا يعملوا كومباوند مع بعض يبدلوا ده كده مع بعض، الاثنين هتروح هنا والواحد هتروح هنا، فتكون اكس 2 واي. ده الشكل بتاعهم كده. ماشي يا شباب، حلو كده، حلو. وده عباره عن بوزيتيف بيفقد، وده عباره عن نيجاتيف بيكتسب. لما يجي يعملوا بوند مع بعض بوزيتيف ونيجاتيف، ميتال ونون ميتال، فطبعا هتكون ايونيك بوند، والفورمولا بتاعته اكس 2 واي، فهتكون الاجابه رقم ايه؟ ايونيك بوند، عشان واحد بيفقد وواحد بيكتسب، واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف يا شباب. حلو كده، حلو. نخش على المقال. السؤال رقم 21 عايز يعرف اللويس دوت دايجرام بتاع البي سي ال 3. انت عندك البي ده ب 15، هتيجي توزعه 2 8 5 بالشكل ده كده. فهتقول كده ان البي انت عندك هنا سي ال وعندك 2 لومبر، عندك لومبر واحد كده بالشكل ده. السي ال دي 17، هتيجي توزعها 2 8 كام؟ 7. 2 8 7. فهنا هتلاقي ايه بالشكل ده كده؟ 1 2 3 4 5 6، وده واحد عامل بوند اهو. وهنا نفس الكلام بالشكل ده كده يا شباب، وهنا برضو نفس الكلام بالشكل ده كده يا شباب. فهو ده الشكل بتاعه، اعتقد ما فيهوش اي مشكله. السي ال 17 خدنا اخر انرجي ليفل بتاعها 7، فحطينا هنا 7 الكترونات، حطينا 4، بعد كده جوزنا الباقي زي ما انت عارف اكيد يا شباب. تمام. والبي هنا 5 عملناها بالشكل ده كده، هنا سنجل الكترون وهنا اللون بير اوف الكترون. حلو كده يا شباب، اعتقد كده سهله وما فيهاش اي مشكله. نخش على اللي بعده. 22 بيقول لك ان الالومنيوم 13 اعلى ميلتنج بوينت من البوتاسيوم. طبعا ده ميتال وده ميتال،
فده بيعمل ميتاليك بوند وده بيعمل ميتاليك بوند برضو. طب تعالى كده نوزع الاي ال، هتلاقيها 2 8 3 ال 19 2 8 8 1. حلو كده يا شباب. فده الفالنس الكترون بتاعه بواحد، ده الفالنس الكترون بتاعته بتلاتة، فطبعا هيكون اعلى في الميلتنج بوينت عشان خاطر الفالنس اوف الكترون اعلى. فهتقول كده الفالنس اوف الكترون اوف الومنيوم هاير ذان فالنس اوف الكترون بتاع البوتاسيوم، فعشان كده بقى عشان كده هاير في الميلتنج بوينت وهاير في البولينج بوينت وهاير في الكوندكت اوف الكتريستي والسترينث كمان بتاعت الميتاليك بوند يا شباب. كده في اي مشكله؟ سهله وما فيهاش اي مشكله. 23 سؤال اخير بيقول لك ان المولكيول اللي قدامك دوت فيه 3 سيجما وواحده باي، فبيقول لك ان انت ارسم الديستريبيوشن اوف الكترون اكزايتد كربون اتوم. هنعمل اكزايتنج للكربون اتوم ديستريبيوشن هايبردايزد وعملناه هايبردايزيشن، فعايز نوع الهايبردايزيشن. ماشي. هو عايز شكل الاكزايتنج، عايز شكل الاكزايتنج. طبعا اللي حصل له اكزايتنج السي، الكربون اللي حصل لها اكزايتنج الكربون 6، فهتكون 1 S2 2 S2 2 B2. طبعا السؤال ده سهل وانتوا عارفين رسمته، بس انا هرسمه لكم تاني مفيش مشكله. ال 2 S2 بالشكل ده كده 2 S2 اهو كده، وانت عندك ال 2 B2 بالشكل ده كده 2 B2 واحد كده واحد كده، هتعمل له اكزايتنج. هو عايز شكل الاكزايتنج كام؟ تعالى هنا نعمل له اكزايتنج. اول على طول بنعمل له اكزايتنج يكون في واحده في الاس بالشكل ده كده، وفي كام في البي؟ هيكون في 3 في البي بالشكل ده كده 1 2 3. حلو كده يا شباب. هو ده شكل الاكسايتنج بتاعه، اللي هو ده الشكل اللي هو عايزه. حلو كده يا شباب. نوع الهايبردايزيشن سوا يا شباب. بص يا شباب، انت عندك هنا السي ماسكه في كام حاجه؟ ماسكه في 1 2 3، يعني عندك اس وبي وبي، فاس بي 2 ده نوع الهايبردايزيشن يا شباب في الكومباوند اللي قدامك ده. كده فيها مشكله؟ يبقى ده شكل الاكسايتنج وده شكل الشكل بتاع الاس بي 2 هايبردايزيشن تايبس اوف هايبردايزيشن. حلو كده يا شباب. اعتقد كده حلو ما فيهاش اي مشكله. اللي بعده السؤال اللي بعده تعالى نمسح كده. بيقول لك ديترماين الاوربيتال كربون اتوم يوزد فورم ايه؟ يوزد فورم باي بوند. عايز يعرف ديترماين ان انت تحدد الاوربيتال بتاع الكربون اتوم اللي بيعمل ايه؟ اللي هيعمل فيه باي بوند. ماشي. انت عندك دلوقتي ايه هو اللي بيعمل باي بوند؟ طبعا اللي هيعمل باي بوند اللي هو البي زد. ليه؟ مش فاهم. بص يا شباب، الهايبرديشن بتاعته بكام؟ باس بي 2 صح؟ فاحنا كنا واخدين الهايبرديشن اس بي 2 ده الشكل بتاعه، وبعد ما عملناه هايبرديشن 1 2 3 4 هنا اس بي 2 وهنا اس بي 2 وهنا اس بي 2، لكن هنا البي زد. صح كده يا شباب؟ صح. فاللي هيعمل الباي بوند هو البي زد يا شباب، اللي هو في اللي هو في كام؟ في الانرجي في رقم 2. فطبعا هيكون ايه؟ هيكون 2 بي زد، هو ده اللي هيعمل الباي بوند. كده اعتقد سهله وما فيهاش اي مشكله يا شباب. ربنا معاكم ويوفقكم. اي حد ما فهمش اي سؤال يبعت لي اعيده له تاني، ما عنديش اي مشكله. ربنا معاكم ويوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.